السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا العقيد رابح العنزي من جهاز الأمن العام السعودي، أعلن تأكيد انشقاقي عن النظام السعودي الفاسد بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المواطنين، وبسبب السياسات المتهورة والفاشلة للقيادة السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي. الحكومة السعودية حكومة فاسدة، وهي حكومة غير منتخبة من قبل الشعب. بالإضافة إلى ذلك هي حكومة فاشلة على الصعيد الداخلي كما أشرت، فاشلة على الصعيد الاقتصادي. ومن الأمور المثيرة للسخرية هي أن رؤية 2030 التي يقال أن محمد بن سلمان كتبها بيده هي التي تسببت باليأس لدى الشعب وانتشاره، وهي التي تسببت بفقر الشعب، مع أن هذه الرؤية نفسها أشارت إلى فقرة بأن الهدف من هذه الرؤية هي إسعاد الشعب، بينما الذي حصل هو العكس. انتشرت الكآبة وانتشرت المآسي الاقتصادية وحتى النفسية بسبب هذه القيادة السياسية الفاشلة. على المستوى الاجتماعي، الحكومة السعودية حاربت كل القيم الاجتماعية العربية والإسلامية. على المستوى الخليجي، حاصرت قطر وتنمرت على دولة الكويت، وغزت اليمن على النطاق العربي، وتآمرت على قضايا العرب كالقضية الفلسطينية، وتآمرت على العراق وسوريا وكذلك الأردن ومعظم الدول العربية، والمشاكل في السودان أيضا تدعمها، وفي ليبيا وفي الجزائر كذلك وفي المغرب. إذن الحكومة السعودية فعلا هي فاشلة على الصعيد الداخلي من ناحية الاقتصاد، من ناحية الاجتماع، من ناحية تطبيق الشرع المزعوم. إذن حكومة لا تستحق البقاء، حكومة بهذه المواصفات، يعني زي ما يقولون لا دين ولا دنيا. هذه الحكومة لا تستحق البقاء ويجب خلعها. الشعب السعودي يريد إسقاط النظام. تحياتي لكم جميعا، مع السلامة.